وانس ان النطه دي حصلت، احنا كمان هنشوف حاجات وهنشوف اكسبوننشال انكريز واكسبوننشال تشينجز في التكنولوجي بتاعتنا كبيره قوي. نمبر 1 بريوريتي لاي حد هيشتغل في الداتا، واكشن انا هقول لك بس في الداتا، لاي حد هيشتغل في التك. دايما في الانترفيوز I don't start with technical skills خالص. مشكله تانية اصلا، لان انا اللي هروح له مش هو اللي هيجي لي. اقول لك انه في كتاب حلو قوي انا كنت بقراه ودايما بريكومنده للناس. الاي اي هيستبدل الناس اللي مش بتغير من نفسها. I would highly recommend ان انتوا تبصوا على اسلوب تفكيره عامل ازاي. فهم ناس راحوا داتا ساينس، مفاجاه لقوا لا يا جماعه احنا مش هنشتغل، مش هنكمل كداتا ساينس، احنا هنرجع كداتا انجينيرز من الاول. دي one of the very important skills اللي احنا يعني في ناس كتير قوي ما بتعملهاش في الفيلد ده. data is all about solving problems. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه من حلقات فاصله تك. فكره فاصله تك ايه؟ هو احنا عايزين نعمل بودكاست تكنيكال هنتكلم فيه عن مواضيع التكنولوجيا عامه وفي مجال الداتا بشكل خاص. هنبدا نتقابل مع ناس عندهم خبره في المجال بتاعهم عامه، نستفيد من الخبره بتاعتهم. فمن هنا ببدا ارحب بضيفي باشمهندس محمد فتيحه. انا محتاره يعني اعرفك ازاي، يعني انت عندك مجال كبير جدا في الداتا، فالحلقه النهارده تبقى مفيده جدا لاي حد مهتم في مجال الداتا، سواء داتا انجينير، داتا ساينتست، داتا اناليست. الحلقه دي هتكون فعلا مفيده ليه. نبدا نحط ايدينا كده على المشاكل الموجوده في الماركت، نفهم لو حد عايز يدخل مجال الداتا يدخله ازاي، واهم حاجه برضو نفهم وجهه نظر المانجمنت لاير. لما بيجي يختار حد بيختاره على اساس ايه. كل ده ان شاء الله النهارده نحاول نجاوب عليه. وممكن بس كده تدينا انترو كده عن نفسك وعن المجال بتاعك. شكرا يا انسام ليكي جدا، ويعني سعيد جدا ان انا معاكي النهارده. وانتي قولي لي فتيحه على طول بقى، عشان هو الناس كلها ما تعرفش اصلا. الناس في نص، اغلب الناس فاكره ان انا اسمي الحقيقي فتيحه، والجزء الثاني ما يعرفش ان انا اسمي محمد اصلا. هو اصلا ابويا في النص اسمه اتنسى، انا اسمي محمد مجدي فتيحه، بس هو في الفيلد يعني، او في مجال شغلي في ال 20 سنه اللي فاتوا كل الناس على طول بتقول لي فتيحه، فخليكي زيهم قولي فتيحه على طول. طيب يعني انا اسمي محمد فتيحه، انا بقالي تقريبا اكتر من 20 سنه شغال في التك اندستري، في التيليكو، في الداتا، ويمكن بداياتي اصلا ايام الجامعه. كانت اكتر سبجكت بحبها ايام الجامعه هي الداتابيس والداتا. انا بدات حياتي وانا في الجامعه، كنت اشتغلت في IBM، اشتغلت بعد كده في فودافون. بعد كده رحت من فودافون لاتصالات، ومن اتصالات لاورنج. تقريبا اشتغلت في كل التليكوم كومبانيز اللي في مصر في خلال ال 20 سنه اللي فاتوا، يمكن اكتر من 20 سنه. and then I joined insurance او الفانتك شركه اكسا بقالي تقريبا سنتين دلوقتي as the chief data officer. زي ما انت قلتي كده، انا يعني I took the journey في الداتا كلها من الاول خالص لحد الاخر، وهي ملهاش اخر الحقيقه. يعني هي كل شويه عماله تتقدم وعماله المواضيع توسع، ونلاقي في رولز جديده بتطلع وحاجات كتيره بتظهر. فده يعني سيمبلي مي، انا بحب الداتا طول عمري. ويمكن احد الاسرار اللي محدش يعرفها عني يعني هو ايه سبب حبي في الداتا. انا بشتغل في الفيلد ده وبشتغل الشغلانه بتاعت الداتا دي لان انا بستمتع وانا بشتغلها. فهي عمرها ما كانت بالنسبه لي شغلانه قد ما انا كل يوم بحس ان انا بعمل حاجه انا بستمتع بيها. زي كده شويه الاطفال اللي بتلعب جيمز هم بيلعبوا الجيمز عشان هم بيستمتعوا وهم بيلعبوا الجيمز دي. فانا اي دو ذا سيم، يعني انا بشتغل في الفيلد بتاع الداتا ده لان انا بستمتع حرفيا وانا بعمل. وسبب استمتاعي في القصه دي هو ان انا دايما لما حد بيجي يسالني كده لو انت هتلخص نفسك في جمله ايه، فانا دايما بحب الخص نفسي كده في بروبلم سولفر. انا بستمتع بحل المشاكل. حلوه جدا الجمله دي يعني. انا يعني الباشن بتاعتي ان الاقي مشكله واقعد ادور والف واشوف وافكر عشان احل المشكله. فبتبقى اكتر لحظه ممتعه بالنسبه لي هي اللحظه اللي انا بوصل فيها لطرف الخيط والحل المشكله. صح. فداتا is all about solving problem يعني، وداتا بتساعدك ان انت تقولي هتحلي المشكله دي ازاي، بتفهمي منها المشكله سببها ايه، and then بتحطي حلول باستخدام الداتا. وده سبب من اسباب حبي للمجال ده. فزمان وانا صغير كنت بقعد افك كده في الحاجات اقعد افك واجيب مفك واقعد افك الكاسيت وافك التلفزيون وافك الموبايل. كانش في موبايل طبعا على ايامي، بس يعني اي الكترونكس كنت بحب افكها حتى لو هي مش بايظه على فكره، لمجرد ان انا بفهم هي شغاله ازاي. ريزن افهم حاجه
ابقى فاهم هي تشتغل ازاي، فلما حاجه بتبوظ ببقى فاهم غالبا ان هي بايظه من ايه، فبحلها، فبستمتع بالاحساس او الكيمياء اللي المخ بيفرزها لما بيعمل حاجه سعيده، الاندورفينز. فده سيمبلي فتيحه يعني. يعني انا عامه يعني اتعاملت معاك في فتره بتاعت اورنج ديت، ف يعني من معرفتي بشخصك، يعني انت شخص فعلا بيبان عليه هو شغوف بالشغل، يعني هو مش جاست بس عايز يخلص الشغل وخلاص. عندي سؤال الاول خالص، بما انك قعدت مثلا 20 سنه في مجال الداتا، انت من وجهه نظرك شايف المجال الداتا اتطور ازاي؟ في تطور كبير يعني. في الاول الناس كانت كل هدفها ان هي يطلع لها ريبورت. مهم. ريبورت، انا مثلا لو شغال في سيلز او شغال في الفاينانس او في وات ايفر، دايما ببقى عاوز ريبورت يقول لي انا عملت ايه، انا اي ديد اتشيف التارجت ولا لا، وصلت لكام عميل، دفعت فلوس قد ايه، جالي فلوس قد ايه and so on. فكانت الناس دايما هدفها في الاول خالص ان هي تبقى عارفه تشوف ستيتس كده للبزنس او للفانكشن بتاعتها فين دلوقتي بيزد على الداتا دي. بعد كده المجال بدأ يتطور شويه، ليتر اون الناس بدأت تفهم ان احنا ممكن نستخدم الداتا في حاجه اكتر من كده، احنا ممكن نفسر هو احنا ليه في الستيتس دي. فمن مرحله ان انا بعت الشهر ده مثلا 1000 يونت، والشهر اللي فات بعت 2000 يونت، فانا مش مجرد ارقام قدامي، طب هو انا عاوز اعرف هو انا ليه بعت 1000 يونت بس الشهر ده ما بعتش 2000 زي الشهر اللي فات. طيب هل ال 1000 يونتس دول بنفس السعر كسبت منهم زي ال 2000 يونت ولا كسبت منهم اكتر؟ فبقى في ستيب بعديها ان انا بفسر بقى هو انا ليه بعت الارقام دي، او هي ليه الارقام طالعه بالمنظر ده. بعد كده جت الستيب الثالثه، هو اللي احنا بنسميها البريسكريبتيف اناليتكس. هو طب لو انا عاوز بقى احسن الارقام دي وابيع ارقام احسن، مطلوب مني اعمل ايه؟ ايه الحاجات اللي انا محتاج اغيرها بيست على الداتا؟ كل ده بيست على الداتا برضو. ايه الحاجات اللي انا محتاج اعملها او محتاج اغيرها في البروسيس بتاعتي علشان تخليني في وضع احسن. وبعد كده البريدكتيف اناليتكس، طيب هو انا بالوضع بتاعي ده كله، بالارقام اللي انا جبتها قبل كده وبالارقام اللي انا ممكن اغيرها دلوقتي، كمان سنه هبيع ارقام عامله ازاي؟ فهي دي الجيرني بتاعت الداتا اللي مشيت. واي ثينك دلوقتي كمان في الهايب اللي احنا كلنا عمالين نسمع عنها في الاي اي وفي ال ال امز والحاجات والاجنتك اي اي والحاجات الكتير قوي، الكلمات الكتير اللي غالبا في ناس كتير ما تبقاش فاهمه معناها ايه، هي في ايفنتشلي في الاخر لو احنا جينا فكيناها كده زي ما انا كنت بفك زمان الاجهزه ونشوف هي شغاله ازاي، هنلاقيها في الاخر برضه هي شغاله بنفس التولز وبنفس الساينس وبنفس الرولز وبنفس الستاتستكس. هي داتا في الاخر probabilities ما بينهم، بس الكمبيوتيشنال باور بقت اسرع شويه، فبقى الموديل اللي انا بكتب له اديني فكره فلانيه زي تشات جي بي تي، كل الكلام ده داتا في الاخر جوه بتترجم وبتتحول لنمبرز وبريدكتيف اناليتكس، وفي الاخر بيطلع بيزد على المودلز او الالجوريزمز المختلفه اللي بتستخدم جوه، ويطلع لي اوتبوت. فهو التطور كل شويه عمال يتغير، وكله في الاخر الفاونديشن بتاعته ايه؟ الداتا اللي احنا كنا زمان كنا بنشوفها في اكسل فايل بس. فهي ده الايفولوشن. ولو انت جيتي سالتيني احنا رايحين فين كمان شويه، هقول لك مش عارف، لانه هو احنا كمان كل شويه او كل يومين. تطور سريع جدا. من يس. كمان التطور دوت هو اللي خلق تايتلز جديده، يعني كل ما المجال بيتطور، مثلا من 20 سنه مثلا كانت الداتا ساينتست رول مش موجود او مشهور قوي بالشكل الموجود دلوقتي، او الداتا انجينير. فهو كل مدى ما بتطلع يعني تايتلز كده احنا ما كناش نعرف عنها حاجه. صح، صح جدا. وهو انا دايما بحاول عشان اسهل شويه على الناس في اسلوب التفكير بتاعهم عشان يتخيلوا التطور ماشي ازاي، بقول لهم يا جماعه هو احنا لو احنا جينا بصينا على النطه اللي البشريه عملتها من اول الانسان البدائي لحد ما بقى في كمبيوتر، عدد السنين اللي احنا استهلكناها علشان ننط النطه دي، وجينا بصينا على النطات اللي بتحصل بعديها في التكنولوجي من اول ما بقى كمبيوتر، هنلاقي ان التطور بقى فيه مور بقى زي اكسبوننشال، الجاب بتاعت التطور بقت اقل بكتير، لدرجه ان احنا واصلين دلوقتي تقريبا احنا كل يومين بنسمع عن موديل جديد وتكنولوجي جديده وحاجات جديده بتحصل في التكنولوجي. كنا زمان بنسمع عن سنين عشان نشوف اي تكنولوجي جديده او اي تطور جديد. تطور التكنولوجي عمال يحصل، سبيشالي ان احنا دلوقتي في المفروض ان في نطه هتحصل في التكنولوجي في الكمبيوتيشنال باورز بتاعتنا.
وانس ان النطه دي حصلت، احنا كمان هنشوف حاجات وهنشوف اكسبوننشال انكريز واكسبوننشال تشينجز في التكنولوجي بتاعتنا كبيره قوي. ف هنشوف ايه اللي هيحصل، هنكتشف مع بعض يعني. طيب لو احنا عايزين برضه نبسط للناس لو حد لسه في مجال الداتا لسه بادئ خالص، مش عارف مثلا الفرق بين داتا اناليست والداتا انجينير والداتا ساينتست، بزنس اناليست، يعني المسميات نفسها داخله في بعض، فممكن كده يعني تبسطها لنا كده، ممكن يكون ده ايه وده ايه وده ايه؟ شوف، لو احنا جينا قلنا مثلا الداتا اناليست ده بيعمل ايه، هنقول هو الشخص اللي دلوقتي بقى مسؤول انه يبقى عارف شويه لانجويجز وعارف شويه سكيلز، عنده شويه سكيلز يقدر يطلع من الداتا بيسز اللي موجوده دي الشركه دلوقتي او الفانكشن دلوقتي وضعها عامل ازاي. ريبورتس بقى زي السيلز، داشبوردز للفاينانس، الماركتنج يقول لهم الاعلانات بتاعتكم كويسه ولا لا. فده بيدي صوره واضحه عن الوضع الحالي للشركه بيست على الداتا اللي موجوده اوريدي ستورد. لو احنا اتكلمنا عن الداتا انجينير، فده دوره بيجي قبل الداتا اناليست. الداتا انجينير ده دوره بقى ان هو يجمع الداتا اللي موجوده في السيستمز الكتير قوي دي ويحطها في مكان واحد سنترال، يخليه الدنيا اسهل للداتا اناليست انه يقدر يجيب الداتا من المكان ده اللي لازم يبقى بيستور الداتا بطريقه منظمه والكلام ده كله. طبعا هو الموضوع معقد اكتر من كده بكتير، بس انا مش عاوز ايه عايزين اكزاكتلي، انا بحاول اسمبليفاي از ماتش از بوسيبل يعني. هيجي بعد كده الداتا ساينتست، ده شخص بيشتغل اكتر statistics بقى، يعني ده بيجي كده يقول لي prescriptive و predictive analytics. يعني ايه؟ يعني هو الشخص اللي يجي يقول لي لو انت عاوز تحسن الوضع الحالي ده محتاج تعمل 1 2 3 بيست على ادفانسد اناليتكس، احنا بنسميها ادفانسد اناليتكس. البريدكتيف اناليتكس الاغلب الداتا ساينتست دايما بيبقوا مهتمين بيها، ان انا بقى هبريدكت زي اللينير ريجريشن مثلا او الحاجات دي كلها، ان انا هبريدكت بيست على الانبوتس اللي عندي دي كلها من الداتا، انا كمان شهر هيحصل لي ايه او كمان 5 شهور هيحصل لي ايه. اشهر حاجه موجوده في الموضوع ده واكيد انت عارفاها يا انسان عشان احنا اشتغلنا عليها كتير، هي التشيرن موديل. يعني ايه التشيرن موديل؟ يعني مثلا شركه عندها كاستمرز عاوزين يعرفوا الكاستمرز دول مين فيهم هيبقى عنده مشكله معايا مثلا بيست على الهيستوري بتاعه وممكن يسيب الشركه او يسيب البرودكت بتاعتي ويمشي، ومين لا. بالظبط. فبعرف من الاول خالص ان الكاستمر ده بيست على الهيستوري بتاعه معايا اللي موجود كله في الداتا في احتمال ان هو يتضايق ويسيبني ويمشي، فابدا انا اخد اكشنز او ابدا اعمل تغيرات معينه مع الكاستمرز دي علشان اميك شور ان هم يبقوا مبسوطين وقاعدين معايا. جه بعد كده بقى الماشين ليرنينج انجينير، وده شخص بياخد بقى الجزء بتاع الداتا ساينس ده ويحوله اكتر الى برودكت فيها اوتوماتيك. الماشين بقت بتتعلم اوتوماتيك وبتاخد الداتا وبتعلم الموديل اوتوماتيك وبتطلع على طول ببرودكتيف، فبقت برودكت بتتباع دايركت. فده كده اختصار شديد لمين الناس الرولز الكتيره اللي بتشتغل في الداتا. وطبعا احنا سامعين دلوقتي ان بقى في رول جديد اسمه اي اي برومبت انجينير، وكل شويه هنسمع رولز جديده. فده اللي هو بيفتح يعني بيفتح اكتر كمان في مجال الداتا، فده شيء يعني مبشر يعني او حاجه كده. بالظبط كده، دي حاجه كويسه عشان الناس دايما الناس بتبقى قلقانه انه ده ايه، ده الاي اي هيجي وهياخد مكاننا ومش هيبقى في مكان للناس بعد الاي اي. جزئيه الاي اي دي لان هي يعني طب برضه عايزين نستغل الموضوع ده بالمره بان جبنا سيره كل التايتلز. لو كل واحد عايز يبدا التراك يبداه ازاي سريعا كده، يعني مثلا داتا اناليسيز يبقى اعمل كذا، مثلا داتا انجينيرنج يبقى كذا، يعني تقدر طيب. خلينا نتفق كده انه في شويه سكيلز موجوده في الفيلد ده اساسيه ما ينفعش تتغير، لازم تبقى موجوده عندهم كلهم. السكيل الاولانيه مش تكنيكال خالص، السكيل الاولانيه هو ان الشخص يبقى عنده استعداد انه يفكر، يشغل مخه ويفكر. فالتفكير والتشالنج دي سكيل مهمه جدا، مهمه لدرجه ان هي بالنسبه لي اهم حاجه انا بعمل بيها، يعني اهم سكيل انا بتشيك في الانترفيو. انا مش بتشيك، هاجي لك في الانترفيوز بعد كده واقول لك بعمل ايه، بس مينلي انا في الانترفيوز مش بتكلم تكنيكال خالص، قليل قوي لما بتكلم تكنيكال. انما المهم بالنسبه لي قوي هو الشخص بيفكر ولا ما بيفكرش، بيتشالنج نفسه ويقعد يفكر ويحاول يدور على طريقه يحل بيها المشكله اللي قدامه ولا لا، اللي احنا بنسميها بروبلم سولفينج سكيلز. فدي اول سكيل موجود لازم تبقى عندهم كلهم. تمام. عند كل الرولز يعني. السكيل الثانيه احنا هنتكلم تكنيكاليتي في اس كيو ال. اس كيو ال ده كده زي اوفيس
برودكتس. بالظبط. يعني لازم يبقى بيعرف اس كيو ال. زي كده الاكسل دلوقتي في اي شركه لازم الناس تبقى عارفه بتستخدم اكسل ازاي وازاي يعمل فورمولا والكلام ده كله. فهو اس كيو ال ده از بيسك، دي اللانجوج اللي انت بتتكلمي بيها مع اي داتابيس. بايثون بقى لو احنا هنتكلم في البروجرامينج، لانه لازم يبقى عنده بروجرامينج سكيلز، ازاي يعرف يكتب برنامج وازاي يخلي البرنامج ده يعمل شويه اوتوميشنز ويعمل شويه حاجات سريعه والكلام ده كله. فانا دايما هقول بايثون از ذا فيري programming language widely used في المجال ده. فانا دايما هبقى بتكلم على اهميتها انك تتعلم. exactly. الحاجه الثالثه هو انه ازاي بقى بعد ما عرف يكتب اس كيو ال يجيب الداتا ويعمل عليها شويه changes بالبايثون والكلام ده كله، هو محتاج بقى يروح يبريزنت الكلام ده. فهيروح يبريزنت الكلام ده لمين؟ يوجوالي اكيد مش هيبريزنته لحد تكنيكال زيه هو فاهم كل اللي هو عمله. هيروح يبريزنت لحد عاوز يعرف الخلاصه اللي هو طلع بيها من كل الحاجات دي كلها. فلازم يبقى بيعرف ازاي كرييت داشبورد فيها جرافس. الجرافس دي سهله انها تتفهم، مش لازم احط جراف فيري كومبليكيتد والدنيا مش انا فاهمه بس اللي قدامي مش هيبقى فاهمه. وهنا هنيجي للسكيل بتاعت الكوميونيكيشن، ان انا لما هاجي اشرح لك حاجه مش هشرحها لك باللانجوج اللي انا عارفها، مش هشرحها لك بالطريقه التكنيكال اللي انا اشتغلت بيها. لازم اشرحها لك باللانجوج اللي انت هتفهميها، بالطريقه السهله البيزنس اللي انت هتفهميها. وده هياخدنا لنقطه مهمه قوي، دي مهمه البيزنس موديل. دايما الخناقه اللي بتحصل ما بيني وما بين اي حد من التيمز بتوعي باي ذا واي لما بييجوا يشتغلوا في اي بروجكت، هو يا جماعه حلو ان انت تبقى فاهم تكنيكاليتي وعارف انت هتعمل ايه، بس لو انت مش فاهم البيزنس ده اصلا شغال ازاي، يوجوالي انت مش هتعرف تتشالنج نفسك. ممكن تلاقي نفسك بتعمل حاجه غلط وانت مش عارف انها غلط، حاجه مش هتفيد البيزنس ده بحاجه. فبزنس نولج وبزنس اندرستاندنج في اي حاجه دي نمبر 1 بريورتي لاي حد هيشتغل في الداتا. واكشن هقول لك بس في الداتا، لاي حد هيشتغل في التك، اي تكنولوجي فانكشن ايا كانت هي فين، الفيرست بريورتي لاي حد عشان يشتغل فيها انه يبقى فاهم اصلا الشركه او المجال اللي هو شغال فيه ده البيزنس بتاعه شغال ازاي، داير ازاي. فابقى فاهم الستارت بوينت عامله ازاي، والاوبريشنال بوينتس بتاعتي كلها عامله ازاي، والاند بوينت بتاعتي عامله ازاي، وانا بكسب ازاي، والكاستمر بيبقى مبسوط ولا مش مبسوط ازاي، الفاينانس دوره ايه، السيلز دوره ايه، الاوبريشنز او الباك اوفيس دوره ايه. كل دي حاجات مهمه جدا ان انا ابقى فاهمها، وبفهم ده الامباكت بتاعه عامل ازاي على البروجكت بتاعي، عشان كمان اعرف اطلع بريكومنديشنز للشخص اللي جاي طالب مني حاجه ان انا احلها له. لان احنا اتفقنا في الاول احنا دورنا كلنا المفروض يبقى بروبلم سولفرز، صح؟ سبورتنج فانكشنز الاسم المتعارف عليه في اي شركه ان احنا سبورتنج فانكشن، بس احنا وي ار سبورتنج فانكشن لايه؟ بنسبورت ايه؟ بنسبورت حل المشكله. فلازم حد يجي لي بمشكله وانا سبورتهم بان انا احل له المشكله دي. بالظبط. صح؟ لو انا مش فاهم المشكله مش هعرف احلها. ده كده اختصار شديد. انا عارف ان انا ممكن اكون بنط نطات كبيره قوي في الدسكشن. لا حلو كده دي احنا يعني لو حسيت ان انا نطيت نطات كبيره ممكن تتوهنا، وقفيني وقولي لي خلينا نقف هنا ونكمل ديسكشن في البوينت دي. لا هو كل الكلام دوت فعلا يعني ايه في محله. يعني احنا كده رجعنا تاني لحته التراك. احنا قلنا لازم يكون بيفكر، ده الاساسي. وطبعا اس كيو ال او سيكوال يعني وبايثون لازم يكون عارفه. وبعدين بقى على حسب التفريعه بتاعته يبدا يقوي نفسه في الحته. يعني هو لو داتا اناليست يهتم بحته الداشبورد وان هو يفهم البيزنس. طب لو داتا انجينير، الداتا انجينير لازم بقى يبقى فاهم كويس قوي داتابيس ستراكشرز وفاهم ازاي هيعمل بايب لاينز بقى. فلازم عارف كويس قوي البايثون بالنسبه له هيبقى مش بيزك نولج بس، هيبقى محتاج ديب نولج اكتر. هيبقى فاهم يعني ايه داتا بايب لاين، ويعني ايه الفيلوسيتي والفوليومز بتاعت الداتا، وفاهم الاوركستريشن بقى بتاعت الداتا دي هيتعامل بيها ازاي، هينقل الداتا من هنا لهنا. هيلاقي نفسه داخل بقى في حتت كتير قوي بيور تك. وهو ممكن الشخص ده ما يبقاش فاهم بيزنس قوي، بس اتليست يبقى عنده هاي ليفل نولج كده الداينامكس جوه البيزنس دي عامله ازاي. لان هو هيبقى دوره ان هو يميك شور ان الداتا بتتنقل من مكان بتبقى ستورد في مكان بطريقه كويسه وبطريقه افيشنت علشان تبقى اسهل لللاير اللي بعديه. وبيمونيتور بقى الداتا كواليتي تشيكس، يميك شور ان الداتا كواليتي مظبوطه، ولو عنده مشكله في الداتا كواليتي يقول لا انا عندي مشكله هنا. الاليرتس بقى والنوتيفيكيشنز والحاجات دي كلها. تيست او ماشين ليرنينج التو تراكس دول. statistics نمبر 1 دي اول حاجه، لازم يبقى فاهم statistics كويس قوي.
هيابلاي statistics ازاي بقى؟ برضه هقول لك بايثون، هتلاقي بايثون موجوده فيهم، ولازم برضه يبقى عارف SQL. ممكن بقى يبقى بيستخدم بايثون وار. بس في الاخر انا مش هيفرق معايا قوي هو هيستخدم تولز ايه، هو يستخدم التولز اللي هو عاوز يستخدمها. احنا دايما هنبقى اكزاكتلي المهم يبقى فاهم البيسك نولج نفسها. statistics هتبقى حياته، لان هو الدنيا كلها هتبقى بتتمحور حوالين statistics ولينير الجبرا والحاجات دي كلها، فلازم يبقى فاهم الكلام ده. فاهم ماث كويس يعني. هيابلاي بقى يوزنج، انت ممكن تعملي موديل بالبايثون، و believe it or not ممكن تعملي نفس الموديل ده بالاس كيو ال. انهي اسهل بقى، وانهي اريح، وانهي مينتينبل، وانهي سكيلبل، ده على حسب بقى الانفايرمنت اللي احنا شغالين فيها والتكنولوجي ستاك اللي احنا شغالين فيها. سبيشالي انه دلوقتي الاي اي بقى مخلي الدنيا، يعني الاي اي ما بقتش حاجه صعبه زي زمان ان انا ابقى عارف تكنولوجي جديده او ان انا اتعلم حاجه جديده. اتس فيري ايزي، يعني انا ممكن في خلال يومين ابقى عارف كل حاجه عن بايثون. بتصور انت دلوقتي كنت بتاخده في السيرش، انت خلاص واحد بيفهمك 1 تو 1، وكمان ممكن تقول له لا مش فاهم الحته دي عيدها لي، فيعني كانك يعني واحد قاعد جنبك بيفهمك يعني. فخلى الموضوع اصعب كتير. طيب هنيجي بقى الحته ان انا يعني نفسي اتكلم فيها قوي، واظن كمان انت هيبقى عندك نفس الشعور. ايه اكبر مشكله موجوده في الداتا دلوقتي في سوق العمل؟ مش مشكله واحده والله يا سامي، هو في كذا مشكله. المشكله الاولانيه انه دايما اللي انا بشوفه في الانترفيوز او حتى مع الجنريشنز الجديده اللي انا بتعامل معاها في الانترفيوز كتير، هو ان الناس حافظه مش بتحاول تفهم، هي بتحفظ. فهم دايما فارق معاهم، هم مهتمين بالتكنولوجي ستاك، مهتمين قوي بالتكنولوجي ستاك زياده عن اللزوم. بمعنى يعني انا دايما بقول لهم يا جماعه انتم محتاجين تبقوا عارفين الفاندمنتالز والبيسكس عامله ازاي، اللي ريجاردلس التكنولوجي اللي انت بتستخدمها هتفضل بتستخدم نفس البيسكس ونفس الفاندمنتالز دي. فلو احنا هنتكلم مثلا في الداتا انجينيرنج فور اكزامبل، هقول لك انه في كتاب حلو قوي انا كنت بقراه ودايما بريكومنده للناس، اسمه Fundamentals of Data Engineering. يس Fundamentals of Data Engineering هو اصلا من اول شابتر بيقول لك انا مش هتكلم على تكنولوجي خالص. يعني التكنولوجي كل يوم، احنا اتفقنا ان التكنولوجي كل يوم بتتطور، كل يوم بيحصل فيها تغيرات، بس ريجاردلس التكنولوجي اللي انت هتستخدمها انت محتاج تبقى فاهم اصلا الكونسبتس والبيسكس اللي هتابلاي باي تكنولوجي موجوده، حتى لو التكنولوجي دي انت هتمليها تقول لها تعمل ايه وهي تعمله بعد كده. فده اول مشكله موجوده. المشكله الثانيه هو يعني دايما في الجزء بتاع التكنولوجي ده، لو هرجع تاني للمشكله دي، انه دايما الناس عاوزه تروح كلاود سولوشنز وتشتغل كلاود، وهشتغل جي سي تي ولا هشتغل اي دبليو اس ولا هشتغل ايجر، وانهي فيهم احسن. فهم بيشغلوا نفسهم ساعات بحاجات مش المفروض يشغلوا نفسهم بيها قوي. الجزء الثاني هو انه بما ان احنا مهتمين قوي بالتكنولوجي وبالستاك، ما بنحاولش نشغل دماغنا شويه ونفكر قبل ما نبدا نابلاي هو احنا هنعمل ده ليه؟ هو ايه المشكله؟ وهنابلايت ازاي؟ وهنعملها ازاي؟ اللي انا دايما بسميها كده ايه، الاتاك بلان. اي سولوشن في الدنيا قبل ما تعمليه، قبل ما تبداي تشتغلي فيه الاتاك، هتقعدي تبلاني هو انا بعمل ايه وايه الاتاك بلان بتاعتي. فهي هم ما بيقعدوش يفكروا، او اغلب الناس اللي انا اغلب المشكله اللي انا بشوفها ما حدش بيفكر، ومعتمد على سواء بقى الكورس اكزاكتلي الكورس او التريننج او الوات ايفر الاديوكيشنال ليفل اللي هو اخده في الفيلد ده، سواء من الجامعه او حتى البوست ديجريز اللي هو اخدها بعد كده في اي سنتر او اي حاجه. طب ليه انا بقول كده؟ لانه يوجوالي سواء في الجامعه او بعد ما تتخرجي من الجامعه، رحتي عملتي ماستر، رحتي عملتي دبلومه في مكان معين او وات ايفر، دايما بيبقى المشكله موجوده اون جراوند، او يعني محطوطه لك في الاساينمنت بتاعك، والسورسز اللي هتستخدميها محطوطه لك في الاساينمنت، والتكنولوجي اللي انت هتستخدميها موجوده في الحياه الحقيقيه. ده ما بيحصلش. مش من الصح دايما انه حد يجي يقول لك دايركشنز معينه اعمل اكس، انت محتاج تفكر. صح. يعني مثلا لو انا طلب مني ان انا ابيلد داتا وير هاوس بروجكت، جراديويشن بروجكت بتاعي هبيلد داتا وير هاوس اكزاكتلي، هتلاقيهم دايما بيقولوا ايه، انت هتستخدم التكنولوجي دي، وادي السورس داتا بتاعتك، السورس سيستمز بتاعتك او الداتا الفايلز اهيت وخدها وحطها وخلاص. اكشلي هو كل اللي هيعمله ايه؟ هيعمل الموديل ده. لو ما قالولوش هتعمل انهي موديل كمان، يعني انهي موديل تكنيك، هيكتب الموديل اللي هيابزورب فيه الداتا دي كلها، وهيبص على الكواليتي تشيكس اللي موجوده في الداتا لو ادوا الداتا مش كليند اصلا، وهيعمل الموديل بالستاك اللي موجوده. في الحياه الحقيقيه ده مش موجود. صح. يعني في الحياه الحقيقيه انا هاجي اقول لك يا انسان احنا عاوزين نبيلد داتا وير هاوس او عاوزين نبيلد داتا ليك، ده الموديل الجديد انت بتختار تنفذه ازاي؟ فانت لازم فين بقى السيستمز اللي داخله معايا؟
هفكر، انا محتاج افكر هو طب قبل ما اروح للسيستمز، هم البيزنس او الشركه هتطلع ريبورت او هتطلع اناليتكس او هتعمل ماشين ليرنينج على ايه، فابدا منها اعرف هي ايه السيستمز اللي هتخش معايا في البروجكت. طيب كده دي اول ستيب، احنا كده لسه ما بدأناش، عرفنا السيستمز اللي هتخش معايا في البروجكت. طيب هل الداتا اللي موجوده على السيستمز دي احنا عارفينها كويسه ولا مش كويسه، صح ولا غلط؟ ادي الكواليتي تشيكس، فانا هبدا هنا اخش في كواليتي تشيكس وابدا اجري ورا البيزنس وابدا اجري ورا اليونتس عشان اعرف هي الداتا اللي طالعه دي مظبوطه ولا لا. لان هي الكواليتي بتاعه الداتا مش بس فورماتس، هي كمان في حاجه اسمها بزنس رولز. هل البزنس رولز اللي موجوده على الداتا دي مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ فدول اكبر مشكلتين موجودين، هو ان الناس بتبقى مهتمه قوي بالتكنولوجي ستاك اللي هيستخدموها، مش بيشغلوا دماغهم كتير وان هم يفكروا. اكبر قدر من التولز اللي هو عارفها، يعني انا عارف يس كذا وكذا وكذا، بغض النظر هو عارف الكونسبت ال الحاجات اللي انا دي هستخدم دوت، مش عارف، يعني هو بيبقى تجميع تولز بس اكتر يعني. ذاتس فيري ترو، ده حقيقي فعلا. الحاجه الثانيه ان هم مع اول مشكله بتقابلهم بيقفوا، يعني هو خلاص انا مش عارف اعمل ايه. ف ودي ازمه، وهنا بقى تيجي البروبلم سولفنج سكيلز. طيب انا دايما، ودي عباره شهيره شويه، بقول لهم انا ماشي لقيت قدامي كرسي، فانا وانتوا بتفكروني دلوقتي بالظبط، فانا ماشي لقيت قدامي كرسي، فانا رحت واقف مش عارف هكمل ازاي. انت محتاج تفكر عشان تكمل هتعمل ايه، هتمشي من جنب الكرسي يمين، من جنب الكرسي شمال، هتطلع على الكرسي وتنط، ولا هتشيل الكرسي خالص وتكمل؟ يعني محتاج تفكر هتعدي الاوبستكل اللي قدامك دي ازاي، هي موجوده في حياتك، مش هتعمل ده ازاي. فبارت مثلا اوف ريكومنديشنز اللي انا بعملها دلوقتي علشان الناس تفكر اكتر، هو يا جماعه لما حد يقابل مشكله تعالى اتكلم معايا، اديني 10 حلول للمشكله اللي انت قابلتها. ما ما تجيش تحاولش تتكلم معايا لما انت مش عارف تعمل ايه. طب كده مش اشمعنى 10؟ انت كده مش عايز يجيبك. في الاخر هو ده اللي مطلوب يعني هو لو ما جاليش هيبقى حاجه من الاثنين، يا ما جاليش عشان هو عارف يحل المشكله، وانا ابقى سعيد جدا ان هو وصل لطريقه يحل بيها المشكله بتاعته، او ما جاليش فما حلش المشكله وما عملش البروجكت، ودي هتبقى مشكله ثانيه اصلا لان انا اللي هروح له مش هو اللي هيجي لي. مش محتاج يجي، انا اللي هروح. ف فسبب برضو ان هم ليه 10 حلول، لانه دايما احنا لما بنيجي نفكر، عارفه لما في الجمله المشهوره قوي في الكوربريتس اللي هو think out of the box، صح؟ انا بنسمع الجمل دي كتير. طب هو اول 5 6 حلول دايما بيبقوا in the box، في النطاق اللي انت الكلاسيك الطبيعي اللي انت بتفكري فيه حل مشكلتك. ستارتنج بقى من المشكله السابعه والثامنه والتاسعه والعشره هتبداي فعلا تفكري في حاجات تانية، في طرق تانية غير اللي انت متعوده تفكري بيها. ممكن تطبق في الحياه عامه، يعني مش في مجال الشغل بقى يعني. ده حقيقي، يعني ده حقيقي. عشان كده قلت لك هو ايه سبب انا بروبلم سولفر. انا في الاول خالص قلت لك سبب حبي في الداتا ليه، لانه هي في الاخر حاجه، لو انت استخدمتي السكيلز اللي انت المفروض احنا نبقى بنستخدمها في حياتنا، اللي موجوده في الدي تو دي بتاعنا في الحياه، في نفس المجال ده سواء داتا او غيره، هتلاقي نفسك انت بتطبقي حاجات وانت بتعملي بيها اوتبوتس ومبسوطه. صح. ف ده كلام تاني يعني سام، صح؟ لا احنا ماشيين في الطريق. طيب انا كنت قبل كده شفت لك بوست قبل كده على اهميه فهم البيزنس، فانا عايزه اتكلم في النقطه دي عشان انا برضه مؤمنه بحته فهم البيزنس ده مهم جدا. وساعات بحس ان بيبقى فيه اوحش شويه في او مثلا ممكن الواحد يشوفه تضييع وقت لو هو مش في الكور بتاع الشغل بتاعه، فممكن يبقى تضييع وقت ان انا افهم بيزنس. فحابه برضه نحط ايدينا على الموضوع دوت، اهميه فهم البيزنس في التراك بتاع الداتا. اوكي طيب خلينا نتخيل كده حد شغال في الداتا ساينس ومش فاهم بزنس، وانا جيت قلت له اعمل لي موديل يبريدكت التشيرن بتاع الكاستمرز او يبريدكت الكاستمرز اللي هيسيبوني. فانا لو مش فاهم مثلا تيليكو او مش فاهم التليكوميونيكيشن شغال ازاي، وانا ببص على الداتا لقيت انه في حد بيستخدم فويس كولز بس، بيستخدم مكالمات صوتيه بس ما بيستخدمش داتا خالص، وانا اصلا مش فاهم يعني ايه فويس كولز واون نت كولز وكروس نت كولز وموبايل انترنت او داتا او ميجا بايتس، لو انا مش فاهم اصلا ده معناه ايه، مش هبقى فاهم ان الشخص اللي ما بيستخدمش انترنت خالص ده ممكن يبقى شخص عنده probability عاليه قوي انه يسيبني ويمشي.
صح؟ especially في الايرا اللي احنا فيها دي، ما اعتقدش انه في حد ما بيستخدمش انترنت وهو ماشي في الشارع. فهي لو انا مش فاهم يعني ايه انترنت، ولو مش فاهم الترمينولوجيز في البيزنس دي عامله ازاي، ومش فاهم ان انا لو لقيت حد مش بيستخدم موبايل انترنت على الموبايل بتاعه، ده معناه انه غالبا ممكن يبقى معاه خط تاني بيستخدم عليه موبايل انترنت. لو انا if I didn't link كل الحاجات دي ببعض، فانا كده بالنسبه لي هبقى شايف انها حاجه عاديه، وهكمل الموديل من غير ما حتى ممكن وانا بعمل الفيتشر سelection بتاعتي في الموديل، ممكن الفيتشر سelection ما تطلعليش ان دي حاجه مهمه. صح. بس انا بقى لو انا فاهم بزنس كويس هبقى شايف لا دي حاجه مهمه، وهبقى فاهم انه ده اصلا انا محتاج اروح ابص على الكاستمر ده سبيسيفيكلي، هو ما بيستخدمش انترنت المره دي بس، الشهر ده بس، ولا كان بيستخدم قبل كده، ولا هو ده شخص جديد اصلا مش متاكتف عنده سيرفيس اند سو اون. فده مثلا اكزامبل يخليني لو انا مش فاهم البيزنس ده شغال ازاي وشغال في الفيلد ده، ممكن اطلع اوتبوتس غلط، ممكن اطلع اوتبوتس اصلا مش ريليفنت للبيزنس او مش بتحل لهم مشكلتهم. الموديل هيطلع لي اكسبتنس كرايتيريا حلوه جدا، وهيطلع لي اكيرسي كويسه جدا، وكونفيوجن ماتريكس بتاعته هايله، بس في الاخر اون جراوند مش هيعمل اي امباكت للبيزنس. فبالتالي كاني عملت موديل وحطيته في الدرج ما عملتش بيه حاجه. صح. ف برضه من جانب تاني، انا مثلا في الحته بتاعت الباك جراوند بتاعتي لما كنت شغاله ريبورتنج، كان بتخليني مستمتعه اكتر لو انا فاهمه بزنس، او بيخليني عارفه اريليت للداتا. زي ما قلت قبل كده، انت بتطلع ريبورت ساعات بتبعته للبزنس يقول لك لا الارقام دي غلط، بتبقى انا بحس ان هي بتبقى عيبه عندك انت، ان انت مش عارف تتشيك على الارقام بتاعتك قبل ما تبعتها هي ميك سنس ولا لا. هو بيعرفها ازاي؟ هو مثلا حاطط مثلا الريفينيو المفروض يبقى من كذا لكذا، انت بعت له ارقام مضروبه في 10، فاكيد في حاجه غلط، يعني اكيد في حاجه غلط. فانت لازم تبقى فاهم شويه برضه بزنس، عشان انت نفسك يعني تراجع على نفسك، فيبقى الشغل بتاعك شغل ايه، يعني باين في الكواليتي يعني. ثانك يو فيري ماتش يا انسام، انت قلتي جمله هنا هايله جدا، انت بتراجع على نفسك. دي one of the very important skills اللي احنا يعني في ناس كتير قوي ما بتعملهاش في الفيلد ده. ان انا لما باجي اعمل حاجه انا مش بعمل دبل تشيك على اللي انا بعمله. يعني احنا اتكلمنا مثلا على التليكو، لو انا جيت اتكلمت معاكي بقى على الانشورنس، وهقول لك انه حد قاعد بيعمل موديل داتا سيت مثلا، بيعمل داتا موديل والكلام ده كله، هو مش فاهم يعني ايه اندورسمنت، ومش فاهم يعني ايه انشورد، ومش فاهم يعني ايه بوليسي هولدر، ومش فاهم يعني ايه بريميوم، ومش فاهم يعني لو هو مش فاهم الترمينولوجيز دي، هو بيعمل الموديل اصلا مش عارف يعمل الريليشنز ما بينهم. يعني هو مش عارف يقول هو ينفع يبقى حد بوليسي هولدر مثلا يعني مثلا ولا لا، هو ينفع يبقى فيه البوليسي دي ليها كذا اندورسمنت، ولا الاندورسمنت دي ممكن يبقى ليها كذا بوليسي، هل اللي هو 1 تو ماني وماني تو ماني والحاجات اللي احنا الجميله اللي احنا كنا بندرسها زمان دي في الموديلنج. and it's very important till now. بس believe it or not اغلب الجنريشنز الجديده اصلا مش عارفين اي حاجه عن الموديلنج. يعني ما تروحي تتكلمي مع حد عن الموديلنج هم they still don't know يعني ايه موديل، ويعني ايه هعمل، هم عارفين ستار سكيما وان ذاتس ات. فالريليشنز دي لو انا مش فاهم البيزنس شغال ازاي، لو انا طلعت قلت حد بيدفع بريميوم مليون جنيه في الشهر، هو اصلا المليون جنيه دي بالنسبه لي منطقيه، في بيزنسز ثانيه ممكن الاقيها منطقيه زي الريل استيت، بيدفع مليون جنيه عشان هو بيشتري قصر، فبيدفع في الشهر نص مليون جنيه. وارد. انشورنس او تيليكو او اي اندستري تاني، لو انا مش فاهم كويس قوي البيزنس ده شغال ازاي، ولقيت قدامي مليون جنيه، ده اللي هو وارد انه يطلع صح على فكره، بس لازم هيبقى بالنسبه لي اوبن، بيفتح عيني كده، اي اوبنر زي ما بيقولوا، انه لا هنا ممكن يبقى في حاجه غلط، الرقم ده رقم كبير قوي فيرسز النورمال بتاع الكلام ده. بالظبط. ف this is how it's important ان انا ابقى فاهم البيزنس شغال ازاي، لاني لو انا كمان فاهم البيزنس شغال ازاي في الشركه، ايا كان الشركه وايا كان الاندستري اللي انا شغال فيها، يوم ما هواجه مشكله في الداتا او يوم ما هواجه مشكله في السولوشنز بتاعتي، غالبا فهمي ده هيبقى مخليني فاهم المشكله ممكن تبقى جايه منين. فاهم قصدي؟ يعني ليتس اسيوم ان انا وانا بعمل داتا، وانا بعمل اناليسيز لداتا معينه، لقيت رقم عجيب غريب، حلو، احنا خلاص اتفقنا ان احنا عارفين الرقم ده انه غلط. لما سالنا عرفنا ان الرقم ده غلط. طب ايه السبب ان خلى الرقم ده غلط؟ لو انا مش فاهم بقى البيزنس نفسه شغال ازاي، والسيستمز اللي شغاله جوه الشركه دي ازاي، وايه علاقتها ببعض، عمري ما هعرف اوصل هو ايه سبب الرقم ده طلع غلط. مش هبقى عارف المفروض اروح ابص على ايه، او اروح ابص على ايه حصل في كذا، في يعني حاجات من الحاجات اللي بتحصل، مثلا حصل لودنج مرتين مثلا
اي حاجه من الحاجات دي ساعات بتحصل، وتلاقي الارقام ده السر اللي الارقام حصل لها، وبيبقى سبب بسيط، بس صح، انت يعني فكره ان انت بس تمارك ان في مشكله، يعني ده مش الطبيعي. بالظبط. وبرضه نتخلص شويه برضه من فكره ان انا عايزه اخلص من التاسك، يعني ايه ببعتها هياخد فيها 3 ايام ولا حاجه يراجع الارقام، امال ما يرجع لي. طب هي هترجع لي. طيب خلينا نتكلم في حته لو انا عايزه افهم البيزنس بقى، يعني خلاص انا دلوقتي بقيت فاهمه ان البيزنس ده حاجه مهمه، بس انا مش عارفه افهمه منين، يعني خاصه لو هي تكنولوجي، انا مثلا في يوديمي افتح كورس اتعلم التول دي بتتعمل ازاي، لكن حته البيزنس دي انا بحس ان هي ملهاش سورس اعرف يعني افهم منه بيزنس كويس، فدي برضه مشكله. السورس الوحيد بتاعها هو ان لو انت عاوز تفهمي مثلا بزنس في اندستري معينه، مثلا عاوز تعرفي البانكينج بيشتغلوا ازاي، مم. فممكن تخشي على الانترنت او تخشي على تشات جي بي تي مم. وتكتبي تقولي انا عاوز افهم البيزنس موديل بتاع البانكينج بيشتغل ازاي، هيديكي الستاندرد بتاع البانكينج اندستري تشتغل ازاي، اوفر فيو. وتقدري مثلا تتعلميها بالبيس اللي يريحك. نفس الكلام في الانشورنس، نفس الكلام في التليكو، نفس الكلام في اي اندستري في الدنيا، هيديكي دايما الستاندرد موديل. بس انت لما بتروحي تشتغلي في شركه مش دايما بيبقى الابلايد هو الستاندرد موديل. ان انت يبقى عندك فكره عامه عن الستاندرد موديل بتاع اي اندستري قبل ما تشتغلي فيها تعمليها ازاي، وي كان دو ذس يوزنج الاي اي التكنولوجي اللي موجوده بقت في ايدينا دلوقتي، اللي غالبا ما بقاش حد بيخش يسيرش على جوجل لوحده، صح. يعني بقى بيخش دايركت على شات جي بي تي او على جيميناي او على ديب سيك او على اي حاجه من ال امز الجميله دي، ويقعد يكتب كل المعلومات اللي هو عاوز يعرفها، وحتى يطلب من الموديل انه يكسرها له بالطريقه اللي هو يعرف يستوعبها بيها. فدي دايما هتبقى نصيحتي في البدايه، ان انا بفهم الحاجه اللي انا داخل اشتغل فيها قبل ما اخش اشتغل فيها، انا بفهم اصلا هي دي بتشتغل ازاي. طيب خلاص انا فهمت الستاندرد موديل، دخلت بقى اشتغل في شركه اكس اللي شغاله في الاندستري اللي اسمها اكس، هبدا اروح اقعد مع البيزنس فانكشنز، يعني هبدا كده حاول دايما كل اندستري بيبقى ليها فانكشن معينه هي الكور فانكشن بتاعتها، هي دي اهم فانكشن موجوده اللي بتخلي البيزنس ده كله يدور. فهبدا دايما اقعد مع الكور فانكشن دي، اللي ابدا افهم منه اصلا هي الشركه دي سبيسيفيكلي شغاله ازاي، هيديني معلومات. ده هيساعدني في ان انا هبيلد رابور انترنالي كوميونيكيشن مع مع الكوليجز بتوعي في الشركه، وهيساعدني في ان انا بفهم الشركه دي انترنالي شغاله ازاي، وهاخد المعلومه دي وهفاليديتها من حد تاني. بمعنى ان انا قعدت مع الفانكشن دي، رحت قعدت مع فانكشن تانيه، افهم منه من وجهه نظره هو الشركه شغاله ازاي، هو المفروض هيبقى اكسبرت في الفانكشن بتاعته. فانا لو رحت اتكلمت مع حد في الفاينانس، هو هيبقى اكسبرت في الفاينانس فانكشن بتاعته شغاله ازاي في الشركه، والمفروض هيبقى عنده نولج في بقيه الشركه. فلو انا عملت كده هبقى بدبل تشيك المعلومات اللي انا باخدها من الستيك هولدرز او الكوليجز اللي شغالين معايا في ادارات مختلفه في الشركه. ممكن افاجئ ان اطلع باوتبوت منها اصلا هم شخصيا في حاجات انا عارفينها غلط، او في حاجات مغلوطه عندهم هم شخصيا، فهبقى انا بصلحها مبدئيا. ده كده البدايه، ميك شور ان احنا كلنا على نفس الكومن جراوند. والحاجه الثالثه ان انا بدات يبقى في زي كولابريشن، او بقى في زي كوميونيكيشن ما بيني وما بين فانكشنز ثانيه، هقدر عن طريقها ابيلد رابور واساعدهم وان انا احل المشاكل بتاعتهم. لانه تاني هرجع دايما للجمله الاولانيه، احنا كلنا حلالين مشاكل، احنا كلنا في الاخر هدفنا ان احنا نحل المشكله للفانكشنز او للبزنس اللي احنا بنشتغل معاه او للشركه عموما. ف هيبقى دي دايما الابروتش اللي انا دايما كنت بستخدمها في حياتي العمليه، ودايما بنصح بيها. هيخلينا نعرف نتكلم مع بعض، هيخلينا يعني يبقى في ما بيننا كوميونيكيشن، وهيخلينا في نفس الوقت نفهم ونفاليديت ونميك شور ان لو في مشاكل ظاهره قوي تبقى موجوده قدامنا كلنا، وتبقى دي اول بوينت او دي نقطه البدايه اللي نبدا نتحرك بيها للافشنسي وان احنا نحل بيها مشاكل. طيب كويس، يبقى هو احنا دلوقتي اتكلمنا على حته البيزنس دي، اول حاجه هنستخدم الاي اي نجمع الشكل او الاوفر فيو كده من الاندستري اللي انا شغاله فيها او داخله عليها، حتى شكلها عامل ازاي. ولما تدخل الشركه انت اسال، يعني حاول تسال وتدور يعني ده حتى هيديك ايمج كده ان انت شخص عايز يفهم، فاللي قدامك صح، هيبدا يقدر ده، لان هو برضه اكزاكتلي. هو في الاخر انت لما تبقى فاهم وهو يطلب منك حاجه انت هتريحه، فهو من مصلحته ان هو يفهمك عشان الدنيا تبقى بسيطه يعني. ده فطيب حقيقي. لو جينا بقى لناحيه التولز، يعني انت مثلا الستريمنج انت عندك كذا حاجه ممكن تعمل بروسيسنج ليها، مثلا عايز تعمل انجست لديتا عندك كذا تول، شايف تنوع التول ده عامل ايه يعني؟
بصي، هو انا لو سالتيني انا هلاقي دايما بقول لك اهم حاجه بالنسبه لي قبل التولز الفاندمنتالز. التولز مهمه بالنسبه لي ان انا بفهم ايه اللي بيحصل جديد في العالم، يعني انا لازم أبقى بتابع التكنولوجي واعرف ايه التطور اللي بيحصل، لاني ممكن افاجئ وانا كده كده عارف الفاندمنتالز خلاص. بس لو انا بقى بستخدم الاول كنت بعمل كل البايب لاينز بتاعتي باس كيو ال مثلا، فكنت بكتب كويري يكونكت على داتابيس ثانيه واخليه ينقل الداتا. احنا بدانا كده، يعني هو كنت بنقل كانت الداتا بايب لاينز زمان ازوف ان هي كويري بيكلم كويري واجيب كونكتور علشان اخليه ينقل الداتا من الداتابيس دي لداتابيس ثانيه. حلو، التكنولوجي تطورت شويه فبقى في حاجه اسمها داتا بايب لاين، بقى اسهل، ممكن اكتب بايثون واخلي بايثون عن طريق لايبريز معينه كونكت بيها على الداتابيس دي، واسحب الداتا من هنا، اعمل عليها شويه ترانسفورميشن واروح ارميها في داتابيس ثانيه ريبليكيشن. حلو والله، يبقى عندي حاجه ثانيه بكتر البايثون سكريبتس دي، بقى عندي سكريبتس كتيره قوي بترن، بس انا مش عارف انظمهم، مش عارف اكونترول الفيرجن، مش عارف انظم، ما بقتش عارف انهي سكريبت المهم. ظهرت بعد كده حاجه اسمها فيرجن كنترول، في ان انا اقدر اكونترول الفيرجن بتاعت السكريبتس بتاعتي. وبعد كده ظهرت بعد كده تكنولوجي ان انا ازاي اعرف اعمل اوركستريشن اصلا للسكريبتس بتاعتي دي، ازاي اخليهم يشتغلوا بالترتيب ومين يشتغل الاول ومين يشتغل بعد مين وان سو اون. فلو الناس عارفه البيسكس بس مش بتتابع التكنولوجي ادفانسمنتس بيحصل فيها ايه، مش هيعرفوا يطوروا من نفسهم ويطوروا من شغلهم. فهنا بقت التكنولوجي نفسها بقت وسيله لان انا ابقى اسرع وابقى مور افيشنت، بس هي ستيل ما لغتش الفاندمنتالز. فعشان كده اتس فيري امبورتنت ان انا ابقى عارف ايه التطور اللي بيحصل في التكنولوجي اللي بيتغير كل يوم، وابدا اسلكت، لانه هلاقي كتير قوي في تكنولوجيز كلهم شبه بعض، يعني اسماء كتير قوي بس هم في الاخر هم بيعملوا نفس الوظيفه. طيب مين فيهم انسب لي في الايكو سيستم اللي انا شغال بيه؟ لانه هو الداتا تيم مش شغال لوحده في الشركه، ومش شغال لوحده في التكنولوجي ديبارتمنت، عنده تيم شغال اركتكتشر، تيم تاني انفراستراكشر، تيم تاني شغال بتكنولوجي ستاكس معينه. فانا لازم ابقى فاهم هو التكنولوجي ستاك اللي موجوده عندي في الشركه ايه اللي مناسب ليها، وايه اللي اقدر انهي تكنولوجي وانهي تولز من دي هقدر استخدمها. والحقيقه ان دي ملهاش موديل انسر، يعني القصه دي سبيسيفيكلي ملهاش موديل. ترجع يعني لكذا حاجه، مثلا انت عايز حاجه اوبن سورس، انت الكوست بتاعك عامل ازاي، هتقدر تدفع كلاود ولا لا، احنا عايزين حاجه في يعني ليها كذا فاكتور يعني عشان تختار التول. exactly. وجزء منها كمان داخل فيها ريجوليشنز، لان انت شغاله دلوقتي في شركات وفي الاندستريز في ريجوليتورز دلوقتي بيكونترولوا الكلام ده، الهيئات والهيئات الرقابيه والكلام ده كله. في هيئات تيجي تقول لك لا انت ممكن تشتغلي في تكنولوجي معينه، ما ينفعش تشتغلي في تكنولوجي معينه ثانيه، يبقى في كونسترينز معينه. فكل دي حاجات بتكنترولني. الحاجه الوحيده مثلا اللي انا اقدر افكر فيها كمان او اللي بيبقى عندي فيها سبيس، هو لو انا عندي حاجات كلها ابروفد بس هستخدم انهي، يعني ديسكشن من قريب هنعمل اي بي اي مثلا، هنستخدم فاست اي بي اي ولا هنستخدم جانجو مثلا، هنروح انهي فريم ورك هنشتغل بيه. ففي الاخر it depends على اليوز كيس. انا I will go for جانجو مثلا لو انا هعمل كراد اوبريشنز كتير، فهي هتبقى بالنسبه لي احسن من الفاست اي بي اي. انما لو انا هريتريف داتا بس من داتا بيس معينه، طب وليه اروح جانجو ما اروح فاست اي بي اي؟ هيبقى ابطا شويه بس البروسيسنج بتاعه والداتا هتشتغل اسرع والكلام ده كله كبروسيسنج يعني. فهي في الاخر على حسب اليوز كيس اللي تحت ايدك عامله ازاي، وايه الحاجات اللي تقدري تستخدميها وايه الحاجات اللي ما تقدريش تستخدميها. فهي ملهاش موديل انسر. المهم هنا في الاخر هتتشالنج اني اقعد افكر تاني. يعني صح، انت اشغل. ايوه صح. لو من وجهه نظرك، لو انت جيت شفت سي في، بتبص على التولز اللي هو عارفها؟ يعني هل دي ليها اهميه عندك؟ مش هبص على التولز قوي، انا هبص على هو عمل ايه، يعني ايه السكيلز. يعني لو التولز اللي هو استخدمها ادتني هنت عن السكيلز بتاعته عامله ازاي، هبقى ببص على التولز. لو التولز مش بتديني، لو كاتب السكيلز في بروجكتس بس ما كتبش التولز، مش تفرق معايا خالص. يعني اصل هو في الاخر اكتر هايب موجوده، انا اقول لك اكتر تشالنج موجوده ايه. في الاندستريز، اغلب الاندستريز عندنا في الشرق الاوسط يعني دايما هتلاقي انه الناس مش هتروح لكلاود سولوشنز غير لو الكلاود ده هوستد جوه البلد. ماشي، ليه؟ ديو تو ريجوليشنز والحاجات دي كلها. وايل انه اغلب الجنريشنز الجديده طالعه عاوزه تروح كلاود. يعني هو كله اول حاجه بيفكر فيها عاوز يشتغل كلاود. ليه عاوز يشتغل كلاود؟ عشان this is the technology, this is the new technology. فطيب هو انا مش فارق معايا خلاص انت بتشتغل كلاود دلوقتي ولا لا، انا اللي فارق معايا ان انت عارف الفاندمنتالز اللي هتطبقها في الاون بريم سولوشن زي ما هتطبقها اون كلاود.
اون كلاود طريقه التطبيق هتبقى مختلفه شويه، بس في الاخر هو نفس الفاندمنتالز. لازم هيبقى عندك داتا سورسز، ولازم هيبقى عندك بايب لاين واوركستريشن وستورج اند سو اون. ازاي بالظبط؟ فلو هو عارف يعمل ده باي طريقه، اي طريقه، حتى اعزف ان انا رحت جبت يعني انا مش عاوز اقول اسماء تولز عشان ما تبقاش اعلانات، بس انا ممكن اقول لك حاجات الاوبن سورس. تالنت مثلا اكتر حاجه مشهوره، او بنتيهو يمكن ما حدش عارفه كتير قوي، بس هو اتس اوبن سورس. اي تي ال، انا عرفت اعمل اي تي ال، استخدم اكونكت على سورسز واعمل البايب لاين بتاعي، عرفت اعمل موديل، داتا موديل صغير، وبدات اطلع منه ريبورت. هو اخذ السايكل انت تو اند، فرق الكومبلكسيتي بتاعت البروجكت. هو هيقدر يابلاي نفس الكلام ده بتولز ثانيه على الكلاود، نفس الكلام. يعني الفاريبلز هتاثر لو هو عليه التولز بتاعته مش مكتوبه، لو انت التولز اللي شغال بيها يعني مش موجوده عنده في السي في، بس هو شخص فاهم وعمل دي مثلا بتولز تانية، ده بيبقى انت ممكن عادي تقبله، مفيش اي مشكله. يس ده في السكريننج. يعني انا دايما الانترفيوز دايما بتبقى على تو ستابس. ستيب الاولانيه ان انت تبصي على السي في، تشوفي هو ده شخص عنده البيسكس اتليست من السي في كده ولا لا، او يعني ينفع يشتغل في المجال ده من السي في ولا لا. لانه اكيد صعب قوي انك هتلاقي مثلا حد الاكسبيرينس بتاعته كلها، او حتى فريش جرافيك ديزاينر وبيقدم على بوست داتا انجينير. والله ممكن من السي في تحسي انه ده شخص قرر انه يعمل كارير شيفت من ان هو يبقى جرافيك ديزاينر بيروح لداتا انجينير. بس هو حتى لو عمل ده او عاوز يعمل ده، لازم يبقى هو ما بينه وما بين نفسه بدأ يشتغل على نفسه ويعمل شويه سكيلز ويعمل حتى بروجكتس زي ما بيسموها كده، موجوده في البورتفوليو بتاعه. هو عمل لنفسه حاجات دي حتى لو كنوع من انواع التعلم، فلازم يكتبها في السي في. هنا هو هيبقى سيريس في ان هو يعمل شيفت كارير، فممكن تقعدي تتكلمي معاه عشان تاسسي بقى بقيه السكيلز. انما لو حد بيور ما فيش اي باك جراوند خالص عن الداتا وعاوز يابلاي على بوست في الداتا وانا مش شايف السكيل دي، ديفنتلي مش هيبقى موجود في السي في، او مش هيبقى موجود يعني في الانترفيو سيت. في الانترفيو ودي حاجه بيحصل دايما فيها خلافات كتير قوي ما بيني وما بين بعض زمايلي العزاز عليا يعني. ان انا دايما في الانترفيوز I don't start with technical skills خالص. يعني الانترفيو انا باسس سكيلز الشخص ده عنده بروبلم سولفنج تكنيكس ولا لا، مش فارق معايا اي حاجه تانية. هو لو بيعرف يحل مشكله، ممكن تبقى الاسئله مالهاش علاقه خالص بقى بالاس كيو ال والكلام ده كله. لو هو عارف يجاوب وعارف يفكر then هبدا ادخله في الجزء بتاع التكنيكال انترفيو عشان اشوف النولج بتاعته تكنيكلي عامله ازاي. انما لو هو ما بيفكرش اصلا بس عنده تكنيكال باك جراوند، هتبقى عندي مشكله. يعني لو انا عاوز حد بيعرف يفكر وعاوز حد دماغه شغاله، انما مش حد حافظ شويه سكريبتس وشويه حاجات وخلاص من غير ما يعرف يحل المشكله اللي قدامه ازاي. فساعات بكومباين الاثنين ببعض، ان انا احط مشكله محتاجه تفكير ومحتاجه تكنيكال واقعد احلها. however انا ام اب تو انه حتى لو الشخص اللي قدامي ما عندوش الديب تكنيكال نولج كسكريبتنج والكلام ده كله، بس عنده بروبلم سولفنج سكيلز قويه قوي، اي بليف ان هو شخص هيبقى شاطر وممكن انفست فيه وممكن اديله فرصه والكلام ده كله. لاني مقتنع تماما انه الشخص المجتهد والبريزيستنت حتى لو ما كانش تالنتد هيوصل، وممكن يبقى اشطر من الشخص التالنتد بس مش بريزيستنت ومش يعني انا ده اقتناع شخصي عندي، انه انا ممكن اجيب حد شاطر قوي تكنيكلي بس هو خلاص هو واقف عند الحته اللي هو عارفها، هو مش بيطور من نفسه وكسول شويه ومش عاوز يعرف ايه الجديد ومش عاوز يجرب ومش عاوز ياخد ريسك ومش عاوز يعمل الكلام ده كله، ما بيفكرش. وقال ان شخص تاني لسه بادئ حياته تكنيكلي هو مش قوي قوي زي الشخص ده، بس هو دايما بيتشالنج ودايما بيفكر ودايما بيحاول يجرب وبيتست والكلام ده كله. فلو ده فضل كده وده فضل كده، انا 100% شور انه الشخص اللي ما كانش عنده تكنيكال باك جراوند ده هيبقى اشطر من الشخص ده بكتير قوي. طيب وايه تاني ممكن تبص عليه في خلال الانترفيو؟ يعني انت واحد جالك بتبص عليه ايه تاني ككوميونيكيشن سكيلز غير الجزئيه دي؟ وبرضه يعني برضه كوميونيكيشن، هو ازاي هيعرف يبسط المعلومه المكلكعه لطريقه سهله. يعني هاجي مثلا هديله حاجه من الحاجات اللي في الاستاتستكس واقول له اشرح لي، انا شخص اهو دلوقتي مش عارف اي حاجه خالص عن الاستاتستكس،
وانت جيت قلت لي ابريفيشن في الاستاتستكس، او قلت لي حاجه معينه، عملت حاجه معينه مثلا في الاناليسيس بتاعتك، وجيت قلت لي جمله وبتقنعني انه دي هتاثر على حاجه معينه عندنا، انا مش فاهم الجمله، مش فاهم اللي انت قلته ده معناه ايه، فممكن تشرحه لي بطريقه سهله افهمها. انا ديسيجن ميكر دلوقتي، فانت جيتي قلتي لي مثلا والله الستاندرد ديفيشن هنا عندي بيقول لي اكس، فده هيأثر على حاجه معينه، فعندي اوتلاير. انا كديسيجن ميكر دلوقتي انا مش فاهم ايه هو الستاندرد ديفيشن وايه هو الاوتلاير، وانت عاوزاني اخد قرار فانا مش فاهم. فانت بتكلميني على اساس انا فاهم اللي انت بتقوليه، فازاي هتقدري تبسطي الترمينولوجيز دي بطريقه او باكزامبل سهله عشان ابقى فاهم يعني ايه اصلا اوتلاير ويعني ايه ستاندرد ديفيشن ما هذا. فدي حاجه من الحاجات المهمه قوي ماشي. في الشخص او في التيم، مش هقول في الشخص، في التيم. وده هياخدنا برضو لفكره انه زمان من كام سنه كنا بنسمع عن داتا ساينتست كتير، بنسمع كلمه داتا ساينتست داتا ساينتست. دي حقيقة. السكيلز اللي محتاجها شخص عشان يبقى اسمه داتا ساينتست دي سكيلز كتيره قوي، قليل قوي انك تلاقيها في شخص واحد. عشان كده بقى في داتا ساينس تيم مش داتا ساينتست. صح، كل واحد يعمل الحته المعينه او الميزه المعينه اللي عنده، اللي بتكفر او بتكمل الشخص التاني. تلاقي حد شاطر قوي statistics، الباقيين عارفين statistics بس مش شاطرين قوي زي الشخص ده. حد تاني فاهم كويس قوي سكريبتنج، الباقيين عارفين بس مش شاطرين قوي زي ده. وحد تاني عنده كوميونيكيشن وبرزنتيشن سكيلز اشطر بكتير من بقيه التيم. فكل دول مع بعض في الاخر بيكملوا بعض، بيعملوا تيم قوي يقدر يعمل حاجه. انما صعب انك تلاقي حد عنده السكيلز دي كلها، هيبقى اللي موجودين هيبقى اعداد قليله قوي، ومش هيبقوا يعني مش هنعرف نجيبهم في كل حته ويعملوا كل حاجه. فعشان كده العالم كله بدا يتجه على الداتا ساينس دي. طيب طب حاجه تانية بقى، معلش هنرجع تاني لحته الاي اي. انت شايف الاي اي هل ممكن يستبدل اي بقى رول بقى، داتا اناليست، داتا انجينير، داتا ساينتست؟ اجابه صريحه جدا ومباشره جدا، الاي اي هيستبدل الناس اللي مش بتغير من نفسها. يعني دي حاجه كده 100% شور. بمعنى انا من 4-5 سنين كنت بستخدم تولز معينه، انا كنت باجي اعرف مثلا حاجه عن الاندستري معينه زي ما كنا بنشرح من شويه، كنت بقعد اسيرش على جوجل واقعد افهم البانكينج اندستري بتشتغل ازاي والكلام ده بيحصل ازاي والكلام ده كله. طب بقى في شات جي بي تي او بقى في جيميناي او بقى في وات ايفر، بقيت المعلومه اللي انا كنت ممكن اقعد فيها يوم او اقعد فيها 4-5 ساعات على جوجل اسيرش عليها بقت تطلع لي في دقيقتين بكذا فيرجن وبكذا طريقه وبالطريقه اللي انا عاوز افهمها بيها واكسرها زي ما انا عاوز. طيب تخيلي لو انا ما واكبتش التطور ده وما بقتش استخدم الاي اي في الدي تو دي اوبريشنز بتاعتي اللي انا كنت بستهلك فيها وقت كتير قوي الاول عشان اعملها، كان ايه اللي هيحصل؟ كنت هفضل لحد دلوقتي الحاجه اللي كانت بتاخد مني يومين هتفضل بتاخد مني يومين، وايل ان في حد تاني جنبي بيعمل نفس الحاجه دي بس بدل ما بتاخد منه يومين بقت بتاخد منه ساعه في اسوأ الظروف. فبقى عنده في اليوم لسه 7 أو 8 ساعات تانيين يقدر يعمل فيهم حاجات تانية. فاهم قصدي؟ ممكن يكون ان ممكن العدد يقل، يعني بمعنى ايه؟ انا مثلا لو واحد، انا عندي داتا انجينير تيم عندي 5، بس بالاي اي انا ممكن اخليهم 3، بحيث ان مثلا الحاجه البايب لاين اللي كان المفروض ياخد مثلا 3 ايام 4 ايام شغل، هو المفروض دلوقتي هياخد يومين او يوم ونص، هحتاج عدد اقل. فهل ممكن يأثر على العدد المطلوب؟ صح، موافق جدا على الابروتش اللي انت بتقوليها او على اللوجيك اللي انت بتقوليه. بس اون ذا اذر هاند هو ان الشركه اصلا توصل لمرحله انه بتقلل عدد الناس علشان بقى عندي تكنولوجي تانية بستخدمها، انا من وجهه نظري بقى شايفه ده معناه ان الشركه دي مش عاوز تكبر. لانه في الاخر الاي اي عمل ايه؟ الاي اي وفر لي وقت، فبقيت بدل ما بعمل 10 حاجات في اليوم ممكن اعمل 100 حاجه. صح، بنفس الوقت بتاعي. طيب انا معنى كلمه ان انا هعمل 100 حاجه في نفس الوقت معناها ان انا اقدر اسكيل اكتر، اقدر حجمي يكبر اكتر. صح؟ طيب لو انا اكتفيت بنفس ال10 حاجات دول، فبدل ما كان بيعملهم الاول 10 اشخاص بقى يعملهم شخص واحد، استغنيت عن ال9 التانيين. فده معناه انا كشركه مش عاوز اكبر اصلا، انا كشركه حجمي هيفضل زي ما هو او مش هيكبر. طيب هفترض معاكي الافتراض ده وان فعلا شركه مش عاوزه تكبر وبدات تمشي الناس دي. طب هو ما هو في بقى في اوبورتيونيتيز ثانيه في الماركت اكتر.
بقى في دلوقتي شركات تانية جديده بتفتح اكتر بيست على التكنولوجي دي. فانا كسكيل عندي السكيل دي ممكن تخليني انا شخصيا اصلا اقدر افتح شركه. صح صح. صح. فهي كسكيل ما ينفعش اقول ان انا مش هتعلمها او ان انا مش هعملها علشان هي هتريبليس الهيومنز. اكشلي اي حاجه في الدنيا انا مقتنع كده ان اي حاجه في الدنيا ليها بروز وكونز. هي الفكره انهي اللي اقوى او انهي اللي اكتر، المميزات ولا العيوب. اي حاجه في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب. حتى الادويه اللي احنا بناخدها، الدواء بيبقى ليه سايد افكتس صح. وبيبقى ليه حاجه بيعالجها. لو اللي بيعالج اكتر من السايد افكتس انا هاخد الدواء. بالظبط، بالعكس مش عايزه. اكزاكتلي سيم ابلايز على كل حاجه. اي اي او التكنولوجي ملهاش عيوب، ليها عيوب بس مميزاتها اكتر من عيوبها. then I will adapt وهشتغل، لان حتى بالعيوب اللي ممكن تحصل دي المميزات هتفتح لي افاق تانية كتير قوي. احنا في الفتره الجايه ويمكن احنا بدانا نشوف الكلام ده، التطور الكبير قوي بتاع التكنولوجي ده هيخلينا نبدا نشوف حاجه اسمها one person unicorn. يعني ايه one person unicorn؟ يعني شخص واحد بس عنده ستارت اب اللي شغال فيها معاه اي اي ايجنتس. بالظبط. هو شخص واحد اللي في الشركه، وشركه بتجيب ريفينيوز والكلام ده. ويمكن انا قبل ما بدات اتكلم معاكي قلت لك انه في حد انا كنت بتابعه من فتره كده، شاب على السوشيال ميديا اسمه عمر المنيري. I would highly recommend ان انتوا تبصوا على اسلوب تفكيره عامل ازاي بيتكلم عن التكنولوجي وازاي بيتكلم عن الاي اي وعن التطور اللي بيحصل والاكسبوننشال انكريز اللي بيحصل في الكلام ده كله. وانا يعني جات لي فرصه ان انا اقابله بمحو الصدفه البحته. يعني يمكن عمر انا كنت بتفرج على فيديو ليه، وكنت ببعت فيديو ليه يعني اتفرجت عليه وعجبني قوي، بعته لعمر ابني عشان يتفرج عليه والكلام ده كله. وبعديها باسبوعين ثلاثه بمحو الصدفه لقيت نفسي قاعد بتكلم مع حد في ميتنج، فوانا بتكلم معاه قلت له عمر، فقال لي قلت له انت بتعمل حاجات كونتنت على السوشيال ميديا والكلام ده؟ فقال لي ايوه. قلت له انت اتكلمت عن التوبيك اكس 1 2 3؟ فقال لي ايوه. قلت له جس وات، انا لسه كنت بتفرج على الفيديو بتاعك من اسبوعين ثلاثه وبعت الفيديو بتاعك لعمر ابني. فالمايند سيت ده والتشالنج بتاعت الافكار والتشالنج بتاعت تفكيري وان انا اقعد ابقى بطور من نفسي كل شويه، هي دي الحاجه الوحيده السيف اللي احنا نقدر نعملها في ظل التطور اللي بيحصل ده. انما فكره ان الاي اي هياخد مكان الهيومنز او هياخد مكان الموظفين والكلام ده كله، وارد انها تحصل في حاجات ووارد جدا انها ما تحصلش في حاجات تانية. بس في الحاجه الاكيده ان هي بتفتح افاق وبتفتح اوبورتيونيتيز كتيره قوي للاشخاص اللي بتتعلمها. لانه الفتره اللي جايه كلها في التكنولوجي يا امسام مش هتبقى ريليتد بان انا عارف ابيلد ده ازاي او ما بيلدش ده ازاي، هتبقى ريليتد اكتر بانه هو ايه الافكار اللي عندي وازاي اطلع من الافكار دي حاجات وهبيلد ازاي. بستفيد اكيد بالاي اي عشان ينفذ افكاري يعني. اكيد انت شفتي في الفتره اللي فاتت دي التشالنج دايما بتاعت ان السوفت وير انجينيرز هيقعدوا في البيت. صح. لانه بقى في ايه دلوقتي خلاص كيرسر كيرسر ولافبل وكل المودلز وكل التكنولوجيا اللي موجوده تقدري تكتبي فيها فكره ابلكيشن بتتملي. صح. بتتعمل على طول، ديفلوبت على طول. تخيلي واحد ما عندوش اي خلفيه خالص عن البروجرامينج لانجويجز، ما يعرفش بايثون، ما يعرفش اي حاجه خالص، قاعد اتكتب قدامه ابلكيشن بالمنظر ده واشتغل. تخيلي بقى نفس الشخص ده بس هو عنده باك جراوند اصلا سوفت وير ديفلوبمنت، مين فيهم اقوى؟ مين فيهم هيعرف يشرح اكتر؟ يروده، يعني عارف يروض الاي اي ان هو يطلع افكار احسن، يعني مش هياخد الفكره البيزك يعني. بالظبط. وهيبقى اسرع، يعني اكيد ده هيطور الابلكيشن بطريقه كويسه وطريقه سكيورتي وايز، الكود هيبقى سكيورد والكلام ده كله اسرع بكتير من الشخص اللي ما عندوش باك جراوند خالص. اكيد يعني انا شخص متخصص ده مجالي وعندي بقى كمان دومين نولج في البيزنس نولج او الاندستري اللي انا شغال فيها، وبستخدم الاي اي وعندي تكنيكاليتي، عارف هستخدم انهي تكنولوجي ستاك. اكيد انا هبقى اسرع بكتير قوي من شخص ما عندوش الكلام ده. صح. ولا كمان في جانب تاني ان هي ممكن زي ما قلنا في تايتلز كتيره تفتح، زي مثلا الاول ما كانش في حاجه اسمها اي اي انجينير، دي كانت ايه بالظبط. هتبدا برضه تفتح ابواب تانية، يعني حتى لو في مجال العدد فيه هيبقى اقل فهو هيفتح. بس هو زي انت ما قلت كده هي الخلاصه هو هيبقى المكان اللي بيشتغل على نفسه. بالظبط. يعني انت لو شغلك اللي هيعملوا آلة فهو هيستبدلك بآلة، لازم يبقى بالظبط. شغلك حاجة ما حدش يقدر يعملها مكانك. 100%.
طيب حلو. برضه سؤال افتراضي، لو انت رجعت لاول يوم اشتغلت فيه، يعني رجعنا 20 سنه ورا، ايه الغلطه اللي انت يعني هتقول ايه، انا كنت هبدا مثلا اتعلم كذا بدل كذا يعني، او حتى ممكن يكون حاجه يعني كوميونيكيشن سكيلز، مش لازم يكون حاجه تكنيكال، يعني حاجه كده انت المفروض لو كنت عملت كده كانت هتوفر عليا كتير. ما انا مش هقدر اقول لك 20 سنه دي انسان، لانه 20 سنه كان في حاجات كتير قوي مش موجوده زي يعني لو افترضنا ان انا رجعت 20 سنه زمان بنفس التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي ولا لا، يعني برضه الموضوع صعب. بجد طب الكوميونيكيشن سكيلز ما بتتغيرش، يعني ممكن أنا متفاجئ. غلطه مثلا، او ممكن نحطها حتى في الجيل الحالي، انت مثلا شايف غلطه بيعملها الجيل الحالي دلوقتي، غير طبعا حته اللي هو مهتم بحته التكنيكال كده، بس غلطه بيعملها مثلا ممكن على فكره ما يبقاش ريليتد بالشغل، يعني مثلا بيضيع وقته في، ما عندوش مثلا تايم مانجمنت كويس، مثلا عنده تشتت، فرط اللي هو التركيز، يعني ممكن يكون مشكله، خليها في الحاليه دلوقتي، بلاش في بص، الزمن اللي بره. يعني انا لو هتساليني كانت هتبقى ايه الميزه، يعني يمكن احنا او الجيل بتاعنا ما كانش عنده المميزات قوي اللي موجوده في الاجيال الجديده دلوقتي، ما كانش عنده الادفانتجز اللي موجوده عندهم. انا I would love to have مثلا منتور، يعني كنت احب جدا ان انا يبقى عندي منتور يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه والكلام ده كله. انا الحقيقه كنت شغال بطريقه تانية خالص، انا كنت شغال تراين ايرور، يمكن توفيق من ربنا قبل اي حاجه تانية خالص، ان هو يمكن التراين ايرور بتاعي كان الى حد كبير في الطريق الصح وانا ما اعرفش انه في الطريق الصح. ايوه. يعني هو ده كان نوع من انواع توفيق من ربنا بطريقه بحته، يعني هو ربنا اراد ان الواحد يبقى بيجرب وبيتست وهو مش عارف وبيتشالنج افكاره وبيتشالنج الناس، والصدفه البحته تاني وبتوفيق من ربنا انه يطلع التراك اللي هو كان ماشي فيه ده هو ده التراك الاصح بالنسبه لي على الاقل. يعني هفاجئك لو قلت لك ان انا بدات حياتي كسيلز بيرسون مثلا. حلو جدا ده. مش ما حدش هيتخيل ده. يعني دي حاجه حلوه، انا بحس ان انت بيبقى عندك فرصه، انت عندك خدت اكسبيرينس، مش يعني مستحيل تعرف تجينها لو انت من فوق، يعني لو انت فوق مش هتعرف تعملها يعني والحقيقه ان هي مدرسه، يعني انت فهو دي فعلا حقيقه انه انك تشتغلي سيلز دي مدرسه فيها سكيلز مش هتتعلميها غير لو اشتغلتيها، صح. او حد قرر ان هو يديك السكيلز دي وانت تسمعي الكلام وتمشي وراه، بس هي فعلا مدرسه. بارت اوف الحاجه اللي اتعلمتها لما اشتغلت سيلز، وانا كنت شغال سيلز في تكنولوجي ستاك، يعني انا في فتره من الفترات ايام IBM كنت بتعامل مع كاستمرز، وكنت شغال سبورت، هاردوير سبورت، فانا بصلح كمبيوتر وانا بتعامل مع كاستمر، فانا مطلوب مني ان انا اهندل كاستمر انجري مش فاهم واعرف اوصل له المعلومه بطريقه بسيطه وانا بصلح كمبيوتر. لما اشتغلت في فودافون كنت شغال سولوشن سيلز مثلا، كنا لو تسمعي ايام البلاك بيري سيرفيس، احنا كنا بنشتغل في حاجات تكنيكال جدا، وفي نفس الوقت بتعرفي ازاي تسالي البرودكت بتاعتك للكاستمر وتشرحيها له بطريقه سهله. فانا اتعلمت كوميونيكيشن سكيلز وازاي تعرفي تتكلمي مع كل واحد باللانجوج بتاعته عن طريق ان انا اشتغلت سيلز. لو انا ما كنتش اشتغلت سيلز ما كنتش هعرف ان انا محتاج اكلم الشخص ده باللانجوج بتاعته، هو محتاج اكلم الشخص ده بلانجوج تانية خالص. لما بروح لمهندس بتكلم معاه بطريقه غير لما هروح اتكلم مع دكتور، غير لما هروح اتكلم مع موظف حسابات، يعني كل واحد بتتكلمي معاه بالطريقه اللي هيفهمها. ف يعني حلو التراك ان انت ابتديت من سيلز لحد ما شاء الله وصلت الهيد اوف ديبارتمنت في الداتا، فطبعا ده تراك متاكده ان هو طويل جدا، يعني ان انت تعلمي يعني كل يوم تعلمي حاجه. وحاجه برضو من الحاجات المهمه قوي انه ناس كتير قوي ساعات بتبقى شغاله في شركه هم بيبقوا شايفين المشاكل اللي هم شغالين فيها بس، فيجي يقول لك لا انا عاوز اشتغل في شركه تانية ما فيهاش المشاكل دي. الحقيقه المره اللي الناس مش عارفاها، انا اشتغلت في شركات كتير، انه ما فيش شركه ما فيهاش مشاكل. كل الشركات انترنالي بيبقى فيه مشاكل وفي ديسكشنز ما بين الادارات وبعضها والكلام ده كله. بس الحقيقه برضو الثانيه اللي الناس تعرفها ان هي المشاكل دي هي اللي بتخليهم يتعلموا. صح. فلو ما واجهوش المشاكل دي مش هيتعلموا. سكيلز، يعني انت مثلا عديت بمانجر مثلا ما كانش احسن حاجه، هو بالظبط. الوقت ده بيبقى وحش فعلا، يعني انا عديت بالتجربه دي، يعني المانجمنت ممكن ما يبقاش احسن حاجه خالص، واعتقد ما فيش حد ما عداش بيها، يعني اصل انت بدات من شركه لشركه، فاكيد هتقابل يعني مانجمنت مش حلوه اطلاقا، بس
مع الزمن انت ممكن تكون مخنوق في الفتره دي، بس مع الوقت بتحس ان دي اكتر فتره انت فعلا كسبت فيها خبره. خبره بقى من صح. مثلا ازاي تعرف تتكلم، ازاي تاخد مثلا عندك مشكله تعرف تقولها بشكل يحفظ حقك او ايا كان. فهي عامه مش سكيلز، مش لازم تكون تكنيكال، مش لازم تكون كده، لا انت بتكتسب خبره، بتلاقي نفسك الثقل بتاع الشخصيه بتاعتك بيزيد بالمشاكل، مش بالحياه السلسه يعني. بالظبط. برضو عايزه اسالك، يعني في مثلا كتاب قريته او كورس اخدته فرق معاك تنصح مثلا الناس بيه؟ يعني هو fundamentals of data engineering ده فرق معايا جدا، عجبني. لما قعدت قريت الكتاب وقعدت عرفت قصة التيم اللي كتبه، يعني جوي روس وحد تاني يعني. هم اصلا كانوا داتا ساينتستس، وهم حتى سموا نفسهم recovering data scientist. يعني ايه recovering data scientist؟ يعني هم كانوا شايفين نفسهم ان هم عيانين، ان هم شغالين data scientist، وحصل لهم recovery فراحوا data engineers. فلما تعمقت اكتر افهم هو ايه الهدف من القصه دي، لقيت ان هم الهدف الاساسي ان هم لقوا ان اغلب ال 80 ل 90% من المودلز اللي كان بيتعمل لها ديفلوبمنت ما كانتش بتطلع برودكشن وتتحط في الدرج ليترلي. ليه؟ لان هي مش مفيده للبيزنس. ما فهموش صح، الداتا فيها مشاكل، الداتا نفسها اللي داخله كان فيها حاجات غلط. فالنتيجه ان الموديل بيديكي ارقام في التستنج حلوه جدا، بس لما بيطلع في البرودكشن ما بيعملش اي فرق خالص. فالكتاب ده بالنسبه لي كانت الدرس المتعلم منه، يعني او اللي تفهميه انه understanding البيزنس is very important. understanding الداتا اللي هتتعمل is very important، والداتا عمرك ما هتفهميها غير لما تفهمي البيزنس. بزنس. assessing الكواليتي بتاعه الداتا دي in terms of business rules كمان is very important. وانه مش عيب خالص انك لما تمشي في اتجاه وتحسي انك غلط ترجعي تاخدي الكوركتيف اكشنز ثانيه. فهم صح. ناس راحوا داتا ساينس، مفاجاه لقوا لا يا جماعه احنا مش هنشتغل، مش هنكمل كداتا ساينس، احنا هنرجع كداتا انجينيرز من الاول خالص. فده من اهم الكتب يعني اللي انا قريتها الفتره اللي فاتت. والحاجات اللي دلوقتي هتساليني دايما، انا بتابع قوي التطورات اللي بتحصل في الاي اي، ومتابع دايما التطورات اللي بتحصل في التولز، اللي دايما كل التطورات بتبقى ريليتد في الاخر ان هم دي embed AI في التولز بتاعتهم. ف ده مين لي يعني، انا شخص طول الوقت بيحب يتعلم حاجه جديده. يعني انا مش بحب اقف في نقطه واقول انا كده تمام. انا مقتنع ان احنا ان احنا هنفضل نتعلم لحد اخر يوم في حياتنا. فالمجال بتاع التكنولوجي انا دايما ببقى شايف ان هو عامل زي مجال الطب، واي ثينك ان كل المجالات كده. يعني الدكتور لو وقف عند الحاجات اللي هو اتعلمها لما اتخرج من الجامعه مش هيعرف يواكب التطورات اللي بتحصل في الطب والعلاج والكلام ده كله. نفس الكلام في التكنولوجي، لو الناس اللي طالعه في التكنولوجي فيلد وقفوا عند تطور معين او عند نولج معينه هم عرفوها، مش هيعرفوا يواكبوا التطورات اللي بتحصل. فيعني يكفيني اقول لك ان انا في فتره من فترات حياتي كنت تعبان شويه، وكنت واخد اجازه وكنت قاعد زهقان، مش عارف، مش لاقي حاجه جديده قبل الهايب بتاعت الاي اي ده. مش عارف، عاوز اتعلم حاجه جديده ومش عارف اتعلم ايه. قعدت اتعلم افيشن، طيران. فدي حاجه مالهاش علاقه خالص باللي انا بعمله يعني بجد، وهو حاجه مالهاش علاقه خالص بالكلام ده. واتعلمت ايه في الافيشن، اتعلمت ازاي بيعملوا نافيجيشن، طيارين ازاي ايه التولز اللي بيستخدموها في الطيارات وبيعملوا نافيجيشن ازاي، ويعني ايه فيجوال نافيجيشن، ويعني ايه نافيجيشن بتولز، والرادارز شغاله ازاي في المطارات. يعني حاجه مالهاش علاقه خالص بالمجال بتاعي، لمجرد ان انا عندي شغف وحب في ان انا اتعلم اي حاجه بتشغل تفكيري بتشتغل ازاي، بروح اهتت واعرف هي عامله ازاي. ف نصيحتي دايما هتبقى في الجزء ده، اوعى توقف تعليم. دايما اتعلم، ودايما دور على الحاجه اللي انت عاوز تتعلم عليها تعرفها، واعرف الكور عامل ازاي بتاعها، ودايما طور من نفسك. عشان حتى الحاجه لو انت اتعلمتها دلوقتي ما فادتكش في المجال اللي انت بتشتغل فيه، اتليست مخك بيتمرن زي عضلاتك. كل ما بتتعلم حاجه جديده وكل ما بتعرف حاجه جديده بيبقى في روابط عصبيه جديده بتتكون جوه دماغك، بتخليك تفكر احسن وتبقى اذكى وتفكر اسرع والكلام ده كله. فدي هتبقى نصيحتي لاي حد يعني. هو ده فعلا كان السؤال الأخير واللي أنا كنت يعني عايزة أقوله لك، هو لو عايز تعلم حد جونيور حاجة واحدة بس تختار إيه؟ فأنت هتختار دي ولا هتختار حاجة تانية؟ إن هو لا، يتعلم ولا؟ هختار انه يفضل يتعلم
طول ما هو قادر، طول ما هو بيفكر يعني يفضل يتعلم طول الوقت. فكر، تشالنج دماغك، تشالنج افكارك. لما تواجه اي مشكله فكر ازاي تحلها، فكر ازاي تعديها، وفكر دايما انك تعرف تتعلم حاجات جديده ازاي. لو انت حافظت على ده انا اسيوم ان مفيش حاجه هتقف قدامك. البني ادم نفسه اتطوروا عن طريق السكيل دي، يعني البشر اتطوروا بالسكيلز دي. من انسان حجري لشخص دلوقتي بيركب مكوك فضاء وبيتسافر الفضاء، لحد عمل اي بيعمل الحاجات اللي هو بيعملها دي كلها. عمل الكلام ده عن طريق ان هو بيفكر وبيتعلم. الحاجتين دول لو اي حد واظب عليهم انا اسيوم انه هيوصل لاحسن فيرجن من نفسه. بالظبط كده. احنا كده خلاص خلصنا. بجد يعني بشكرك جدا، بشكرك جدا جدا. انا عن نفسي استمتعت جدا بالحديث معاك. برضو يعني عايز اسالك لو عايز تضيف اي حاجه، طبعا معاك معاك المايك لو عايز تقول حاجه اخيره. وانا تاني بجدد شكري ليك، لان انت اولا شاركت معانا تجربه ممكن تكون مفيده جدا للناس والقطاع كبير، يعني لاي حد مهتم بالديتا، وقلت نصايح ممكن تنفع اي حد حتى في الحياه عامه، بعيدا عن مجال الشغل او ايا كان المجال الشغل بتاعه. فاعتقد ان هي هتفيده، فربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك. وشكرا جدا ليك يا فتيحة. معاك بقى لو عايز تقول اي حاجه. يعني ثانك يو فيري ماتش يا انسان، والله انا كمان سعيد جدا بالدردشه دي. هقول الدردشه دي مش هقول البودكاست ده. وشكرا ليك ان انت اتحتي ليا الفرصه ان انا احاول اشير اي حاجه من العلم اللي ربنا كان سبب في ان انا اتعلمه، او في اسلوب التفكير حتى اللي انا بفكر فيه، اللي ربنا كان ليه فضل كبير عليا ان انا اوصل للمرحله دي في التفكير، وان انا افضل اطور فيها، ان انا اشيره مع الناس. واتمنى ان انا اكون سبب حتى لو هغير حياه شخص واحد بس بشويه المعلومات دي يعني للاحسن. وانا موجود في اي وقت بليز. اي حد عاوز اي حاجه، اي مساعده، اي سبورت، اي منتورشيب، I'm always here. ممكن يوصل لي عن طريقك، يوصل لي عن طريق السوشيال ميديا، يوصل لي عن طريق اي حاجه. I will be very happy to help اي حد يعني. شكرا جدا. وممكن بقى دلوقتي ننهي الحلقه بتاعتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. باي باي.